صباح الفل عليكم. صباح ان في العلم ينفع يتطبق في الحياة، وفي الحياة حاجات موجودة. طيب، يمكن في الحلقات اللي فاتت كنا ابتدينا نتكلم بشكل قوي وكبير جدا على فكرة ان ازاي اقدر ادير الناس، واتكلمنا بشكل كبير جدا في فكرة إدارة الناس، إن الناس متكونة من حاجات مختلفة، سواء من إن أنا عندي perception وإدراك، سواء إن أنا عندي values، سواء إن أنا عندي emotion، سواء إن أنا عندي شخصية مختلفة. اتكلمنا في حاجات كتيرة، بس هو ليه العلم أصلا اهتم بالحتة دي؟ يعني خلينا نجاوب ليه العلم اهتم بده. اهتم بفكرة إن أنت لازم تركز في حاجة اسمها السلوك التنظيمي أو الأورجانيزيشن بيهيفير. ليه اهتم بيه؟ واهتم إنه يدير بيئة العمل ويركز بيها. ليه؟ احنا اتفقنا بشكل أساسي، والعلم كمان اتفق، إن أي شركة في الدنيا هي متكونة من people ومن process ومن assets، يعني من ناس بتشتغل، من منهجية وطريقة شغل، ومن أصول، وإن في بيئة عمل بتخلي الناس تعرف تشتغل مع بعض. الأربع حاجات دول هم اللي بيدوك أداء الشركة. يعني إذا لقيت إن أداء الشركة فيه مشكلة، فبترجع تسأل نفسك، هل سبب هذه المشكلة البيبل ولا البروسيس ولا الأسيتس ولا الكالتشر وبيئة العمل عندي والأورجانيزيشن بيهيفير بتاعي؟ طيب، ليه حط الاورجانيزيشنال بيهيفير؟ لان اهم عنصر من الثلاثه اللي هو كان البيبل او البروسيس او الاسيت هو البيبل. انت لو عرفت تدير الناس كويس هيخلوا لك البروسيس كويسه، هيقدر ان هم يستغلوا لك الاسيتس بافضل شكل ممكن. لو عندك البني ادمين مش احسن حاجه، بس انت عندك احسن بروسيس واحسن اسيتس، انت هتبقى شبه اللي جاب عربيه مرسيدس واداها للقرود وقال لهم ديروا العربيه. اللي هيحصل ان القرود هتفضل تتنطط على العربيه المرسيدس ومش هتعرف انها تستخدم العربيه. فمهم جدا في الاورجانيزيشن ان انا ببقى مركز على البني ادمين، وببقى مركز على سلوك المنظمه والبيئه اللي بيشتغلوا فيها البني ادمين. طب ليه لازم اركز كمان؟ يعني ليه لازم اركز في البيئه؟ احنا اتفقنا عشان اهم عنصر عندي هو الانسان او البني ادم. اول حاجه، لأن في الأوقات الصعبة أو الأوقات اللي هي بيسموها فيها أزمات اقتصادية أو فيها مشكلة طاحنة، الموظف اللي عندك بيبقى قلقان، بيبقى خايف، لأن ده شعور طبيعي كبني آدم. طيب، هو البني آدم وهو قلقان وخايف هتعرف تاخد منه حاجة؟ مش هتعرف تاخد منه حاجة. فأنت محتاج، إذا كنت بتعرف تدير البني آدم في الأوقات العادية، أنت محتاج إن أنت تعرف تديره أكتر في الأوقات الصعبة. خلي بالك ان فكرة ان انت تعرف تدير بيئة العمل عشان حاجة مهمة جدا، ان احنا عندنا تنوع في الناس اللي موجودة في الشركة. التنوع يعني ايه تنوع؟ انت عندك رجالة وعندك ستات، واللي متابع معانا حلقات قبل كده كمان عرفنا ان في فرق اجيال في طبيعة العمل، لان عرفنا ان في حاجة اسمها جنريشن اكس وجنريشن زي والجنريشن بتاع بيبي بومبر، وعرفنا ان في اجيال كتيره في بيئه العمل. هل الناس دي كلها بتحب تتعامل بنفس الطريقه؟ لا، الرجاله غير الستات، الناس الجيل الصغير غير الناس الجيل الكبيره. فانت ازاي هتعرف تدير الناس بتنوع الدايفرستي بتاعتهم دي؟ خلي بالك ان انت لما هتعرف تدير بيئه العمل محتاج ان انت تركز عليها عشان حاجه مهمه جدا، عشان تعرف تعمل خدمة عملاء مختلفة. ايه علاقة خدمة العملاء ببيئة العمل؟ طيب، اي شركة في الدنيا وهي موجودة في معترك الماركت وفي السوق وبتنافس، يهمها حاجة مهمة جدا، ان الناس تقول عليها كلام حلو، يهمها ان الناس تشتري منها مرة واثنين وثلاثة، يهمها ان يجي لها ناس ما كانوش بيتعاملوا معاها قبل كده، بغض النظر هي بتقدم منتج ايه، من اول اللي بتبيع اللمبة لحد اللي بتبيع عربيات لحد اللي بتبيع بسكوت ولبن. كله بيجري ورا ان العملاء تبقى راضيه، ان العملاء تفضل تشتري منهم، ان انا كمان يجي لي عملاء جديده. طيب، ده عشان يحصل بشكل اساسي. خلي بالك ان العميل بيحتك بالموظفين بتوعك، هم مين مش مهم دلوقتي، سواء بتاع السيلز ولا بتاع الماركتينج ولا البياع اللي في المحل، مش مهم. بس هل تفتكر ان الشخص اللي عندك بتاع السيلز
هو هيبقى مساعد ليه، وان يبقى ودود، وان يقدم له سرعه استجابه لاي طلب، وان يبقى واقف معاه وواقف في ظهره. لو انت اصلا مش بتعامله بالمثل كده في الشركه، احنا حتى قلناها في المثل زمان، فقد الشيء لا يعطيه. اذا كانت الشركه ما بتعملش كده مع موظفينها، يبقى ما تتوقعش ان الموظفين يعملوا كده مع العملاء بتوعك. فاللي بتساعده بفكره الاو بي او الاورجنايزيشن بيهيفير او السلوك التنظيمي، بيساعدك ان انت ازاي تخلق بيئه عمل جوه الشركه يبقى الناس بتساعد بعض، وان الناس بيبقى ودودين، وان يعملوا سرعه استجابه، والتعامل يكون بشكل مهذب، عشان يوم ما يجي العميل يتعامل هو بالفطره يتعامل معاه بالشكل ده. كمان السلوك التنظيمي او الاورجنايزيشن بيهيفير بتخليني اعرف احسن مهارات الناس. ايه ده؟ ايه العلاقه؟ حلو، احنا اتفقنا ان احنا بني ادمين مختلفين، فانت هتعامل كل واحد باسلوب مختلف، فانت هتفهم كل واحد، هتعرف تدير كل واحد بالطريقه اللي تنفع معاه، فساعتها هتعرف تعلمه مهارات جديده، فهيجيب معاك استجابه، فهتعرف تاخد منه شغل احسن. بيقول لك كمان لما تهتم بالسلوك التنظيمي عندك، انت بتعمل حاجه مهمه جدا، وهي الفكره بتاعه تحسين الاخلاقيات. اخلاقيات؟ قال لك ده موضوع الاخلاقيات ده موضوع كبير قوي. هل فكره ان انا لما اعلي صوتي على زميلي هي صح ولا غلط؟ في ناس هتقولها غلط، في ناس هتقول لك انا محتاجه اشوف الموقف كله عشان اشوف هل الزميل ده هو اللي نرفزني او نرفز الشخص ده قبل ما يعلي صوته. وفي ناس هتقول لك لو هو كان في كده يبقى ده رد فعل، يبقى ما فيهوش حاجه غلط. معنى كده ان تعريفنا للاخلاقيات هو تعريف مطاطي قوي. اللي بتساعدك فيه السلوك التنظيمي ان احنا بنحط لها تعريف واضح بالمواقف، اللي ده بيخلينا ان احنا نظبط الاخلاقيات، عشان ما نجيش نسال السؤال الوجودي هو لما يعلي صوته عليا دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه. الحاجه المهمه كمان بشكل كبير جدا اللي بيساعدني فيها برضو السلوك التنظيمي هي فكره التعامل مع المؤقت. المؤقت سنه الحياه وسنه الله في خلقه هو التغيير. الحياه بتتغير وطول الوقت بيحصل تغيير حوالينا، فالموظف عندك هو بيفضل طول الوقت بيطلب منه حاجات جديدة. ففكرة ان الموظف ان هو يتعامل مع فكرة الشغل اللي انت بتعمله ده دلوقتي هو ممكن يبقى شغل مؤقت ويتغير طريقته بشكل كامل. طب ايه المشكلة؟ ما هقوله ان ده مؤقت ويلا بينا نتغير. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ان احنا ما بنحبش التغيير، فازاي ان السلوك التنظيمي هيساعدك ان انت تخلي الناس تتأقلم مع التغيير بسرعة وتروح معاك للتغيير من غير ما ترزست معاك وتقاوم التغيير. كمان السلوك التنظيمي وبيئة العمل هيساعدك في حاجة مهمة جدا، ان انت تخلي الناس تتوازن ما بين الحياة والشغل. ما يتحرقوا، مش لازم يوازنوا بين الحياة والشغل. سنة الله في خلق البني ادمين ان هم كائنات اجتماعية وما تعرفش تعيش لوحدها، وكتير من امثالنا بتتكلم على ان البني ادم ما يعرفش يعيش لوحده. زي الجنة من غير ناس ما تنداس، رغم انها جنة بس مش هدوس عشان مش عايش لوحدي فيها. فالبني ادم محتاج الاثنين، محتاج حياته الشخصية، عيلته وصحابه، يبقى عنده اكتيفيتي في الحياة الشخصية، ومحتاج الشغل. نسبتها بتختلف من واحد لواحد، بس ما فيش حد 100% شغل ولا 100% فاميلي، ببقى ما بين الاثنين. في ناس بتبقى عايزة جانب الشغل اكتر وده بتلاقي نفسها فيه، وفي ناس بتبقى عايزة جانب الفاميلي اكتر، بس في الاخر احنا محتاجين الاثنين. ومحتاج ان انت تساعد الموظف بتاعك ان يلاقي التوازن ما بين الاثنين، حتى لو هو وركهوليك ومدمن شغل لازم تزق على حتة الفاميلي، عشان هي دي دايما اللي هتخليه يبقى بيعرف يعمل توازن، فيعرف يبقى مرتاح، فيعرف يديك انتاجية احسن. خلي بالك كمان ان السلوك التنظيمي ظهرت اهميته في حاجة تانية مختلفة خالص وقت الكورونا. وقت الكورونا ناس كتيرة بقت بتشتغل ورك فروم هوم، بيطلقوا عليها حاجة اسمها نتوركينج اورجانيزيشن، يعني شركات بس بنشتغل كلنا شغل تعامل بعيد عن بعض، مش موجودين في مكان واحد. احنا لسه قايلين ان الانسان كائن اجتماعي، فانت ازاي عايزني ان انا اشتغل وازود الانتاجية بتاعتي وان انا ابتدي انتج بشكل اساسي
وانا قاعد على طول لوحدي، مش بشوف مديري يعرف يديرني ازاي، مديري يعرف يحسنني ويطلع اداء احسن مني ازاي. انا كائن اجتماعي رغم ان احنا قاعدين وراء الشاشات. فالعلم بتاع الاورجنايزيشن بيهيفير والسلوك التنظيمي بيساعدك في فكره ان انت تعرف تدير شركتك والنتوركينج اورجنايزيشن. من ضمن كمان الحاجات اللي بتساعد بيها بشكل كبير جدا السلوك التنظيمي هي فكره ان انت تحسن الابتكار. يعني ايه احسن الابتكار؟ اوقات كتيره جدا لما بيحصل لنا صدمات اقتصاديه سواء في الدول او في الشركات، اول حاجه بنبتدي نفكر فيها كوست ريدكشن، قلل التكاليف، قلل المصاريف. انا عايز اقلل في ده، انا عايز مشي عدد العماله دي، انا اعمل كده، من غير ما نفكر ونجاوب على سؤال مهم: يا جماعه ازاي نخلي التكلفه بتاعتنا تبقى افكتيف؟ ازاي نحسن نموذج وبيئه العمل بتاعتنا والبيزنس موديل بتاعنا؟ ازاي ان احنا ممكن نضيف خدمات او ان احنا نبتدي نضيف عندنا سيرفيسز او برودكت ما كناش بنعملها؟ كل ده عشان الموظفين بتوعك يقدروا يطلعوا لك بهذه الابتكارات وهذه الاختراعات، ويقدروا ان هم يطلعوا لك بيها. لازم يبقوا قاعدين في بيئة حاسة بالامان، مش بتقول لهم مع السلامة امشوا وهنمشي 10% من الموظفين و20% من الموظفين. عشان كده السلوك التنظيمي الشركات اللي بتهتم بيه هو من احد اركان النجاح بتاعتها. واللي بيعرف يدير السلوك التنظيمي بتاعه بيعرف يثبت نجاحه، مش بس انه ينجح مرة واحدة، انه يفضل مستمر ناجح في السوق. موجود في الحياة علم السلوك التنظيمي، لازم كل الشركات تعرف تديره ازاي، لازم كل الشركات تتقن فن ادارته عشان تعرف تاخد من الناس اللي عندك الشغل اللي انت عايزه. صباح الفل عليكم، وصباح ان في علم موجود في الحياة وممكن نقدر نطبقه في الحياة.